ازاي اكون مميزة؟ هقول له انا اسراء عثمان، استشارية علاقات زوجية. اللي عايز يبعت استفسارات او يحجز جلسات يبعت على الانستجرام، ويلا بينا. بنات كتير قوي بتسأل نفسها ليه في واحدة بتجذب الأنظار؟ ليه في واحدة وهي قاعدة كل الشباب بيبقوا حاطين ايديهم كده وقاعدين مركزين معاها؟ أول حاجة بتلفت نظر الرجل هي المظهر الخارجي، ولكن سرعان ما ينتهي هذا السحر. بنات كتير قوي أجمل ما في الكون بس ما بيتحبوش. ليه؟ هقولك مثال من الحياة ازاي بنت ممكن تخطف الأنظار وهي مش أحلى واحدة. سبحان الله، النهاردة كنت قاعدة في مكان وكان في ترابيزة جنبي فيها 3 بنات و3 أولاد. كان في بنت واحدة منهم وهي تعتبر أقلهم جمالا ولكن أكثرهم لفتا للأنظار. ليه؟ كان ستايلها غريب، يعني كانت عاملة قصة شعر غريبة، كانت عاملة ميك اب خفيف بس مميز ليها، كان صوتها رخيم، ولا هو رفيع قوي وسرسعة ولا هو صوت رجالة، والأهم من ده ومن ده كانت بتتكلم في مواضيع مهمة بالنسبة للرجالة اللي قدامها. واحد منهم كان من جنسية مختلفة، احنا عارفين هنا في دبي الجنسيات مختلفة جدا. واحد منهم كان من جنسية مختلفة، فبدأت تكلمه عن بلده وعن أسرار في بقاع وأماكن بلده. بقت تقول له فيكم ميزة كذا وكذا وكذا، وما قالتش العيب، وقالت في منطقة عندكم في البلد اسمها المنطقة الفلانية بيسكنها عائلات اسمهم العائلات الفلانية، بلاحظ دايما ان عندهم الأصول الفلانية. واحدة صاحبتي كانت متجوزة شخص منهم وكانت حاسة قد ايه هو راجل وقد ايه هو مختلف عن باقي الناس. كلهم قاعدين عاملين لها كده. عرفت تخليهم يبصوا لها وعرفت تخليهم يحسوا قد ايه هي مثقفة. دايما ان شخص مش من بلدك مش من بيتك مش عارف عنك كل حاجة يستشف شخصيتك، دي من اكتر الحاجات اللي بتخليكي مميزة. فدايما حاولي تقولي عن الشخص اللي قدامك اللي مش كل الناس بتقوله له والمستخبي جواه.